احلى متابعين في الدنيا عاملين ايه؟ تابعوا الفيديو الاخر عشان الفيديو حصل فيه كارثة لازم تشوفوها. اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة ولايك وشير ومتابعة للصفحة عشان يوصلك كل جديد. سمي بالله وصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. هنعمل احلى كيكة. معايا كوباية سكر، كوباية لبن، نص كوباية زيت، 3 بيضات، معايا كيس من البيكنج باودر، ومعايا 2 كيس فانيليا، ومعايا كيس عصير برتقان اللي هو فروتي ده. حابة تحطي برتقان فريش ماشي. معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا معلقة خل. هنبدأ اول حاجة نجيب المواد الجافة كده نخلطها مع بعض. ده 3 كوبايات من الدقيق، انا مستخدمة كوباية واحدة في كل المعيار زي ما انتوا شفتوها المج الشاي العادي. هنزل بكيس البيكنج باودر كله كده على الدقيق ورشة من الملح، واقلب كل الكلام ده كده مع بعضه كويس زي ما انتوا شايفين. اخلط كده كويس وهركنهم على جنب. وفي الخلاط هضرب كل المواد السايلة مع بعض. السكر، نزلت بالسكر كده اول حاجة، وهنزل باللبن. كل المواد معايا بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش ساقعة من التلاجة، تكون كل حاجة بدرجة حرارة المطبخ. نزلت بالزيت، وهنزل بالبيض، 3 بيضات كده كبار برضو مطلعوهم من التلاجة قبلها بساعتين كده ولا حاجة. وهنزل بالفانيليا، وهنزل بكيس العصير المجفف اللي انتوا شفتوه معايا ده، ومعلقة من الخل عشان زفرة البيض، وبتخلي الكيكة معاكي مرتفعة وخفيفة كده وحلوة جدا. الكيكة دي حلوة قوي وبتنفع في عشاء، في اي وقت كده جعانة تعملي كوباية شاي بلبن كده بقى، كوباية قهوة خطيرة. تقولي كيكة اسفنجية مش كيكة عادية. كل المواد في الخلاط كده في خطوة واحدة، هنضربها كويس مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجة. بصوا، اضرب لمدة 5 دقايق كده السكر يدوب بقى كويس كده، وهبدأ ان انا انزل باللي انا ضربته في الخلاط كله على الدقيق بتاعي واقلب. لو قلبت بالمضرب السلك عادي جدا هيديكي نفس النتيجة، بس انا كان المضرب الكهربائي جنبي قلت ايه اقلب بيه كده اسرع زي ما انتوا شايفين. لكن المضرب السلك عادي جدا بعمل بيه على طول بيديني نفس النتيجة. بصوا، بخلط المكونات كويس كده لحد ما الدقيق يختفي، والاقي العجينه معايا كده بتاعه الكيك بتاعي بقت ناعمه وشبه الكريمه كده. بصوا، خلطت كل المكونات كده مع بعض. طبعا انا مشغله الفرن من قبل ما ابدا في الكيكه اصلا، ومعايا صينيه مبطناها بزيت بس ما حطيتش دقيق ولا اي حاجه. بصوا، دي صينيه مقاس 30، ممكن تستخدمي 28، الاتنين ينفعوا عادي. بصوا القوام بقى معايا عامل ازاي، ناعم وكريمي جدا. بصوا حلو جدا. هنزل بيه بقى كده في الصينيه، بتاخد معاكي في الفرن بالظبط 35 دقيقه في الرف اللي في النص. لو حابه تعمليها بالشوكولاته هتشيلي 3 معالق كبار من الدقيق، وهتحطي مكانهم 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني اللي بتجيبيه من عند العطار. هتبقى معاكي كيكه بالشوكولاته. ممكن تعملي لها صوص شوكولاته تزينيها بيه، بتبقى برضو حلوه جدا مع القهوه زي ما انت عايزه، ده بقى حسب ذوقك. واحنا عملنا كيكه بالشوكولاته قبل كده، ولسه هنعمل حاجات حلوه كتير ان شاء الله. انا خرجت الهواء بعصايه خشب كده، وهديلها خبطتين 3 كده على الرخامه وعلى الفرن على طول. تعالوا بقى نشوف الكارثه اللي حصلت. بصوا، الكيكه اتحرقت. اعمل ايه انا دلوقتي؟ ابو العيال هيرميني من البلكونه. حاجه عندكم النهارده هاكلها، يعني هاكلها. اتحرقت ولعت هاكلها، يعني هاكلها بالصينيه كمان زي ما هي كده. بصوا، هي خفيفة جدا وهشة ومرتفعة، وتشوفيها من جوه كده تقولي نايتي كيكة اسفنجية. بس انا رحت اغسل مواعين ونسيتها في الفرن، نسيت خالص الكيكة في الفرن. ما اتحرقتش قوي، يعني حلوة برضه. بصوا، يعني اخدت لون زيادة شوية بس حلو. هاكلها يعني هاكلها. هي باينة ان هي قد ايه هشة وطرية من مشيان السكينة فيها. شايفين السكينة ماشية فيها ازاي؟ من حركة السكينة تبان ان هي قد ايه هشة وطرية وجميلة خالص. والله شوفوا من جوه عاملة ازاي، طرية جدا وناعمة نايتي. يا رب تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. بس اوعوا تنسوها في الفرن زي ما انا عملت. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.